ان الفوتوشوب او الكمبيوتر عموما غبي ما بيفهمش. لازم تقول له انت هتعمل ايه فين، لازم تشاور له انت هتعمل ايه تحديدا فين. دايما الناس بتفقد الباشن بتاعها لما تحس ان هي مش عارفه هي بتعمل ايه، او البرنامج مش بينفذ اوامرها زي ما هي عايزه. هو نتيجه ان انت ما مشيتش السيكونس 1 باي 1. امشي السيكونس، اسال نفسك دايما هل انا عملت الصح في وقته وفي مكانه، هتلاقي نفسك الموضوع ماشي معاك سهل. خلينا نخش على تاني مفهوم، والمفهوم ده مش هيستمر بس النهارده، هيستمر النهارده وبكره لغايه لما تبقى ديزاينر كبير جدا ان شاء الله. هو مفهوم السلكشن. السلكشن ده باختصار هي الحاجه اللي بتفهم بيها الفوتوشوب الغبي والجهاز الغبي انت عايز تعمل ايه فين. اي حاجه هتتعمل في الفوتوشوب لازما ابقى قبلها عامل ليها سيلكشن. خلينا نشوف مثال. السيلكشن فيه ادوات كتير جدا للسيلكشن، ولازم تبقى فاهم ان اللي هيجرى على اداه من سيلكشن هيجرى على بقيه ادوات السيلكشن اللي في البرنامج كلها. فركز معايا وخلينا نشوف كده. انت عملت سيلكشن. السيلكشن ده هو تحديد. انت بتقول للبرنامج يا برنامج هنا. التحديد ده لا هيظهر في الطباعه ولا هيظهر في الصوره ولا هيظهر في اي حاجه، هو بس انت بتقول للبرنامج يا برنامج هنا. هو البرنامج هيسالك هنا ايه. انت ممكن تقول له ان انا اعمل لي لاير جديده وهنا املى لون. ما تقلقش انا هقول لك تملى لون ازاي. فهو البرنامج هينفذ رغبتك، هيقول لك انا مليت لون بشكل مربع في الحته دي. طب ازاي بيحصل الكلام ده؟ خلينا نقول الاول ان انت ازاي تكتب الشورت كات في الفوتوشوب او عموما في الكورس ده. الشورت كاتس في البرنامج ده كتير وبتسهل عليك الشغل بتاعك بطريقه كبيره جدا. هتلاقي نفسك انت بعد شويه بتستخدم الشورت كاتس دي بسهوله وما تقلقش، مفيش حاجه معقده، كل حاجه بالتفصيل وبالتدريب هتقدر تستخدمها عادي. خلينا نشوف احنا ازاي عملنا سيلكشن على شكل مربع ولوناه. احنا رحنا دوسنا على التول بتاع السيلكشن وعملنا دراج في المكان. تقدر تصغر، تقدر تكبر، تقدر علشان ترسم المربع ده من النص تدوس كنترول في الويندوز وتدوس كوماند في الماك عشان ترسمه تو سكيل، تحافظ على نسب الطول والعرض وترسمه من المركز. تدوس كنترول او كوماند في الماك مع شيفت علشان تقدر ترسمه من المركز وتكبره وتصغره تو سكيل. خلاص انا نجحت ان انا اعمل السلكشن في المكان اللي انا عايزه وبالطول والعرض اللي انا عايزه. تمام. عشان احول السلكشن ده لكائن، السلكشن زي ما اتفقنا مستحيل يطبع، مستحيل يظهر في اي حاجه الا الشاشه اللي قدامك. فعشان احول السلكشن ده لكائن ويبقى حاجه موجوده جوه برنامج الفوتوشوب لازم اعمل نيو لاير كلر، اللون القداماني، وفي حاجه اسمها باك جراوند كلر، اللون الخلفي. عشان اغير اللون القداماني بروح دايس اللي عندي هيغير معايا اللون القداماني. عشان اغير اللون الخلفي بدوس دبل كليك عليه وبغير اللون اللي انا عايزه، او بالدروب باخد اي لون من السويتشز اللي موجوده عندي. انا لغايه دلوقتي اخترت الالوان اللي انا عايز اشتغل بيها، بس لسه ما نزلتش اللون، ما نزلتش المربع، ما بقاش عندي كائن جوه برنامج الفوتوشوب. بعمل كده ازاي؟ علشان الون باللون القداماني بدوس الت باك سبيس، علشان الون باللون الخلفي بدوس كنترول او كوماند في الماك باك سبيس. الت باك سبيس عشان اللون القداماني، كنترول باك سبيس عشان اللون الخلفي. بكده اصبح عندي كائن اهو. عايز اعمل مربع تاني في لاير جديده، اعمل سيلكشن لمربع وبالت باك سبيس عشان الونه باللون القداماني. طيب لو جيت حركت هلاقي ان هو بيعمل معايا علامات كت. لازم بعد ما تخلص وتلون
الكائن بتاعك لازم تقفل السلكشن. اقفل السلكشن ازاي؟ كنترول دي في الويندوز وكوماند دي في الماك. يبقى بعمل السلكشن تاني، سكرول، بعمل السلكشن، بقفل السلكشن، كنترول دي. كده عملت سلكشن بشكل مربع. هل السلكشن بيبقى على الاشكال الاساسيه بس ولا اقدر اضيف اشكال تانية؟ لا، تقدر تعمل كل اللي انت عايزه زي ما اتفقت معاك في البرنامج بتاع الفوتوشوب. قبل ما اقول لكم على انواع السلكشن المختلفه لازم انا افهمكم ان في حاجات بتحصل على السلكشن هتحصل على السلكشن المربع والدايره واي سلكشن تاني هعمله في حياتي. ايه هي الحاجات المنطقيه اللي هتضاف على السلكشن؟ انا لو عملت سلكشن بالشكل ده اقدر اضيف عليه اللي هيحصل على المربع، هيحصل على الدايره، هيحصل على اي سلكشن تاني في الوجود. اقدر اضيف عليه او اقدر اطرح منه او اقدر اعمل سلكشن جديد واوجد الجزء المتقاطع ما بين السلكشن القديم والسلكشن الجديد. ازاي بعمل كده؟ بمنتهى البساطه، كل ما بمسك اداه، وده كمان هيفضل مستمر معايا في الفوتوشوب، كل ما بمسك اداه الفيتشر بتطلع لي في المنيو بار هنا الفيتشر بتاعتها. فهو بيقول لي ان انت السلكشن ده انت بتعمل فيه ايه؟ يا ترى انت ماسكه وبتحركه طول ما انت دايس على المربع ده تقدر تمسك السلكشن وتحركه. تمسك السلكشن، خلي بالك ان انت تمسك السلكشن مختلف خالص على ان انت تمسك الاوبجكت، لان انا لو مسكت الاوبجكت همسك الاوبجكت من السهم ده واحركه، لكن مسكت السلكشن لازم امسك السلكشن من المربع ده، امسك السلكشن واحركه. وفي فرق ما بين ان انت تمسك السلكشن وتمسك الاوبجكت هنعرفه قدام شويه صغيرين. ممكن اضيف على السلكشن ازاي؟ اضغط على السهم المربع التاني اللي هو added to selection واعمل سلكشن جديد. طب يا ترى لو انا عايز اضيف على سلكشن مربع لازم انا اضيف مربع؟ لا، ممكن تضيف اي نوع سلكشن تاني. ممكن تضيف سلكشن دايره، طول ما انت دايس added to selection تقدر تضيف اي نوع تاني من السلكشن. طب انا عايز الدايره طولها وعرضها واحد، برضو عادي جدا بالكنترول والشيفت او كوماند وشيفت لو انت شغال على ماك تقدر تعمل دايره طولها وعرضها واحد وتضيفها على السلكشن. طيب ده ليه شورت كات؟ طبعا، اكتبوا معايا. لو انا عامل سلكشن وعايز اضيف عليه، لو دوست بس شيفت هيبقى السلكشن اللي هعمله بعد كده added to selection بايه؟ بشيفت. طيب نيجي للاختيار التاني، ان انا اطرح من السلكشن. اطرح من السلكشن ازاي؟ الشورت كات بتاعها Alt. اقدر اطرح من السلكشن، وزي ما انت شايف لما بتطرح من السلكشن بيطلع معاك شكل مختلف. تمام؟ يبقى يا اما ادوس Alt واعمل سلكشن جديد، يا اما ادوس Subtract from Selection من هنا واقدر اطرح من السلكشن. اوكي؟ عشان اوجد الجزء المتقاطع تدوس على المربع ده وتقدر توجد الجزء المتقاطع ما بين كل الاشكال اللي انت اخترتها من تحت. اللي حصل دلوقتي هيحصل على كل نوع سلكشن بعد كده بعمله. بعد ما عملت السلكشن اللي انا عايز بعد كده يبقى السلكشن ده ايه؟ عايزه يبقى لون.
اوكي. ضيف لون تالت بألت باك سبيس عشان تحط اللون القداماني، وكنترول باك سبيس عشان تحط اللون الخلفي. اصبح عندك الكائن الثالث. وزي ما اتفقنا بعد ما بخلص السلكشن لازم ادوس دي سيلكت او كنترول دي او كوماند دي لو انت شغال على ماك. وزي ما اتفقنا برضو ان كل سيلكشن جديد لازم يتحط في لاير جديده.